الله عليك بالله عليك تفضل. انغلط بشرفي وتهددت، وانا ما عمره حدا غلط بشرفي وهددني. اذا بدكم اياها واقع فنحن رجال ناكل بشر ناكلها، عرفتوا؟ لكن طفل وطفلة شافوا شيء إثارة جدل وشافوا اهتمام من البشر، ولا حدا يرجع يرسل هذا الشيء مشان ما أحط أخته قدامي على اللايف وأفتحها. واصلة لهون لا حدا يدعم رجاء، ماني فاضي للدعم. يعني كل الأرقام هي ولا كل شو اسمه كلياتها ما بقى تهمني، فلا حدا يدعم هاي المواضيع هاي. ما علينا. انغلط بشرفي وما حكيت أنا، وانتهددت وما حكيت، قلت يلا يا ولد مشي 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 مشي. لكن الوضع وصل انه خلاص صار الناس تشرفك وتشرف اهلك. ف امبارح باهي انا وائل، انا وائل بالله وائل عليك بالله عليك بس وائل انا دخلت معاك وائل عشان ما يا فضل الله انا دخلت معاك عشان ننهي الموضوع خلاص بس ننهي. اسمعني انا ما راح احكي شيء، ما راح احكي شيء، بس راح اوضح كم شغله. فضل حلو بس. كمل. فلما امبارح انا طلعت وحكيت قلت معاكم مهله 24 ساعه قبل ما افضح شرف البنت وشو كانت تسوي مع البنت. يا عمي شنو قلت لها لهم علاقه في هذا؟ باهي الزب قصدي قدر نباتك، مش هيك مش هيك مش هيك استهدي. قلت لهم بلا ما نهدد وبلا ما نفضح. حلو ما خلاص توصل اعتذروا يا اولاد الناس، انتم غلطتوا بحقي واعتذروا. انا غلطت بحقكم قبل واعتذرت، الفيديوهات موجوده. انا غلطت بحق وعرفت غلطي فورا طلعت لايف وقلت انا اسف حقك علي، انا غلطت بحق اهلك. لكن انت هلا غلطت بحقي، فمن اجباري اذا فيك رجوله او فيك شوارب بوشك لازم تطلع وتعتذر. بس شكله اللي رباك ما عرف يربيك على الرجوله، عرفت؟ اللي رباك محشوم عنك ما عرف يربيك على الرجوله. حلو؟ كلام المين. لا عم بحكي مع هذاك الغلط على شو اسمه، على شرفي. وهلا انا هلا فيني كان هلا فيني اطلع المحادثات، فيني اطلع شو مساوي انا وشو مساويه هي وشو هو مساوي، وفيني اطلع كل شيء. لكن من امبارح لحد هلا موبايلي انا ما هدي، لباسي لسه ما غيرته، لسه ماني نايم. بتعرفوا شو يعني؟ لباسي من امبارح ما غيرته وماني نايم. كرمال شو؟ كرمال كم كلبي عم يعوي واتصالات كل الناس يقولوا لي يا وائل هدي يا وائل. والله ما في واحد مكبر الموضوع غير اللي كانوا جنبك. بس كل مره طالع نجم جديد يتكلم، وواحد في شخص طالع قبل شويه يتكلم يا وائل هدي لا تفضح البنت، هذا شرف وخلاص وبلا ما شو اسمه. فانا هلا قدام الناس كلياتها، قدام الناس كلياتها انا ما راح احكي بشرف البنت، وراح اكون احسن ومثل ما يعني ابي رباني ما راح افضح بهذا الموضوع ولا راح احكي بشرفها. اولا لانه ابي رباني، ثانيا لانه انا عندي شرف، ثالثا لانه نورس. اذا بدكم تبوسوا صرمايه حدا روحوا بوسوا صرمايه نورس لانه هي اللي هدتني عندكم. وثالثا الناس اللي حوالي، وفضل من امبارح بيحكي معي يقول لي يا وائل هدي وبعرفك راجل، ولو ما بيعرفني شو من انا ما بيجوا يدق لي. لا تفكروا انه هو عم يدق لكم بس عم يدق لي بس لانه انتم، لا عم يدق لي كرمالي، بيقول لي يا وائل انا شخص بحبك، شخص بحب بيعشق شخصيتك، عرفتوا؟ فمبدئيا من عندي انا ما راح احكي بالموضوع، لكن حقي واعتذار منه ومنها بدهم يوصل. فمن بعد اذنكم انا بطلب منكم من المتابعين من المشاهير من شو اسمه، انا انغلط باهلي وتهددت، انا بدي اعتذار بالحسنى بالغصب، بدي اعتذار فقط. تمام انت تكلمت 100 صح، خليني انا اتكلم. تمام. وائل انا شن فائدتي في الموضوع لو كان الموضوع بيكبر؟ يعني انا كلمتك وائل خلاص انفض هالليله، كل احد يمشي في الطريق خلاص عيش معيشتك وشوف جوك وعيش حياتك خلاص، نحي السيره زب. انا اللي ماليش علاقه في الموضوع، يعني الموضوع قاعد ضغط والناس يشوفوا فينا والله منظرنا عيب زب، والله منظرنا عيب. والله انا والله ما نبي نتدخل في المواضيع زب. انا كلمتك وائل، كلمتك في الخاص، ما كلمتكش توا في قسط قدام الناس، كلمتك في الخاص قلت لك وائل 1 2 3 خلاص شيل الموضوع وفي وجهي عندك شيء كلمني انا، مش مشان شيء اللي انا في الاخير بكر حتقعد بنت. انا مستحيل تدور بي الدنيا ونصبي قدام راجل على خاطر بنت. لكن انا كلمتك قلت لك 1 2 3 بنت، في الاخير بنت. الرسول عليه الصلاه والسلام شن قال؟ رفقا بالقوارير.
فهمتها؟ فما نقلبوش موازين الدنيا ونطلعوا خارج نطاق الطبيعه ونقعدوا نخترقوا في حاجات من برا لبرا. فخلي كل واحد فينا يفكر داخل الصندوق، اللي ما يفكرش داخل الصندوق نقدر نحشيه انا في الصندوق. فنقعدوا نحن بسلسين وببساطه يا وائل نفكروا ان الموضوع هذا فيه بنت، فنحن حل غايه نسحب روحنا خلاص. موضوع فيه بنت ومع بعضكم يعني انتم نفس الجنسيه خلاص يا وائل. انا بنقول لك انه فض الموضوع، بس فض الموضوع ننهوها بالحسنى. بده يجيني اعتذار منه ولا منها ولا من مين ما كان. انا ما الي علاقه باي احد. انا موضوعي في شنو؟ موضوعي في ان انت متشاجر مع بنت، البنت بس خلاص انهي القصه مع البنت، والباقي والله ما عندي موضوع. الله والله ما عندي موضوع، ما عندي. انا بالتيك توك كله على بعضها رمانه، ما نبيش نفصل ونسب. انا نحترم في الناس اللي عندك يا اخي. وائل هيك خليك نزيك وخليك ولد بلاد وتعامل باصلك. موضوع البنت حول على جنب، الباقي دق. انا ما الي علاقه، انا ما الي علاقه باي شيء ولا يعني لي اي احد. وانت تعرف كويس ان انا ما في احد يعني لي، لكن انت بتتعامل باصلك عشان ما يقعدش شكلك شين قدام الناس. خلاص كمل عيش عيشتك الاعتذار. وائل الكلام اللي هم قالوه، اللي انت تبي عليه اعتذار كان ردا نيابه عن الكلام اللي قلته انت. والكلام اللي قلته انا ردا على مسخرتهم عن موضوع الرقصه. انت ما فهمت الموضوع، شكلك ما فاهم الموضوع وفايت الفوته، ما انا فاهم الموضوع. ماني فاهم حاجه. انا وائل اللي ما نبيهاش تصير انك انت ما توصلش لمواصيل ان الموضوع يكبر. يا والله الناس لا انا لما رديت عليهم ظلوا 5 ايام يحكوا موضوعي ويحكوا يتمسخروا وانا ما رديت. فلما رديت صار الحق علي. شو يعني والله اذا لازم تغلط علي واقول لك يلا اوكي شكرا. ما بيصير يا فضل حبيبي، ما بيصير. فعلى كل حال انا حكيت اللي عندي وانا بدي اعتذار فقط لا غير. بالخاوه بالرضيان بل شو اسمه الي حق عندك باخذه من تمك، عرفت هيك؟ هذا هو اللي انا بدي اياه. وعلى كل حال انا سكرت الموضوع احتراما لتربيتي واحتراما لعاداتي وتقاليدي واحتراما للناس اللي حوالي واحتراما لنورس واحتراما لفضل والناس الثانيه اللي دقت لي وقالت لي خلاص يا وائل سكر الموضوع. عرفتي؟ ليش ليش كلمتك؟ والله ما حبا في احد ولا شيء، بس الموضوع هذا شكل ناشين قدام الناس. خلاص وائل انت ناس، انت شخص يعرفوك الناس ويتابعوا فيك اكثر من مليون شخص واكثر، ويتابعوا فيك ملايين ويشوفوا فيك وانا يشوفوا فيا والناس الثانيه يشوفوا فيها. ليش طالعين بكواليتي موسخ قدام؟ خلاص مشي الليله. ما ملي والله. حتى انا واحد من الناس تو قبل شويه كنت قاعد على التيك توك في عرم جرذان قاعدين يتكلموا في كلام غلط، بس انا ما راح مش كل شخص يتكلم نرد عليه، فهمت؟ فانت وائل اكبر من هيك. انت وائل انا في يوم من الايام كان يصير بيني وبينك مشكله وانحلت المشكله، وانت تعرف اكثر شخص ان ما لو صارت مشكله بينك وبين البنت هذه حتعادي ناس واجد بكل، واولا حتعادي ليبيين. فانت احضن هذا الشعب وخليك كويس وقدر هذا الشعب. انا واحد من الناس لما يكون لي حق ولما يكون مسبوب بشرف، صدقني لو كل البلدان العربيه قدامي الراجل يطلع قدامي لانه مسبوب شرفي، عرفت؟ فخلاص هذا انا حق لانه انا عم بمشي على حق. لما عارف نفسي عم بمشي على حق ما بيهمني اللي قدامي مين، صدقني. لكن لما اكون انا غلطان او شيء لا بالعكس، اكيد لو طلعوا كل البلدان فانا غلط. بس لما يكون لي حق حبيبي ما بيهمني مين اللي وراها ومين اللي ضدها ومين خلاص. فعلى كل حال انا سكرت الموضوع. انا بدي سكر اللايف حبيبي، ما بدي اضل فاتح الموضوع. شكرا لك، شكرا على اخلاقك انك كمان جيت وحكيتني بالموضوع. فاذا بدكم تشكروا حدا روحوا تشكروا نورس وتشكروا هالانسان، لانه هالانسان من امبارح معي على المكالمه وهو يهدي فيني. يلا فضل تبي شيء يا حبيبي؟ قبل ما تعدي اسمعني قبل ما تعدي. انا انت اكثر واحد تعرف انا اسلوبي كيف، وتعرف ان انا جدا 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 مع الناس. لما تصير مشكله حنكون جدا عدواني. وائل انا مهدي روحي معاك ومهدي اعصابي وراخي اعصابي على الاخر وشارب ينسون. فسالتك بالله انت يا وائل قدرني انا في وجهي. انا قدرتك هلا وما حكيت بالموضوع. حلو انت شنو تبي؟ انا بس بدي اعتذار خلاص فقط لا غير. والله ما في كلهم راسهم كابر في هذا البرنامج. والله ما في حتى اللي عنده 10,000 متابع ما احد يعتذر. خلاص فض الليله. انا ما نبيش ندخل روحي في مواضيع ولا ندخل الناس معايا في مواضيع. انا حاليا قاعد في تونس والله ماني فاضي لقطاف كمضى كلها. قاعد مع الوالده انا نعالج ومواضيع في دماغي اكثر من عدد شعر راس. انا مش فاضي المواضيع هذين. وائل انا تكلمت معك قلت لك فض الموضوع هذا. انت قلت لي انا نبي اعتذار. انا نمشي للشخص الثاني يقول له انا هدي يبي اعتذار. انا مالي الزب، انا مالي يا وائل الزب. وماليش علاقه في هذه المواضيع. وائل قدرني. انا في عندك حاجه اسمعني في حاجه جدت في الجديد تعال حاسبني انا تكلم انا وياك. في حاجه جدت في الجديد انا نتكلم انا وياك. لو طلع منه موضوع ثاني نتكلم معي انا.
شو ما يكون، ها لو هيك صغير. لو مثقال ذره كبر قدرك، لو في اي حاجه تعال تكلم انا، يلا تعال تكلم معنا في اي شيء، تكلم معنا في اي شيء، مش اتجاه اي شخص، اتجاه الشخص اللي ديما يرقى معي في بثوث شخص ديما 24 ساعه يشوفوا فيه معي في بثوث، والله ما في بينه وبينه حاجه، لكن الناس يحسبوا في اللي عليه عليا، فانا قدر في اي شيء. اسمع بس، فضل انا صار لازم سكر اللايف، في صارت مشكله هون. فضل في مصيبه عندي فبس شويه بخلص الموضوع وبجيك. يلا بشوفك. لازم اسكر اللايف، في مصيبه صغيره. يلا بشوفك.